السلام عليكم. في هذه الحلقه الجديده اليوم ان شاء الله غادي نتكلموا على البونجا. رمضان كريم عليكم بالصحه والسلامه وبالعافيه، تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. اليوم جات الوقيته عاوتاني ديال البونجا، شهر 2 شهر 3. علاش بزاف الناس كيسولوني علاش هاد الوقيته بالضبط؟ دابا كما كتعرفوا ونحاول نبسط للناس ان التزاوج عند الاغنام ماشي بحال التزاوج عند باقي الحيوانات، بحال عند الابقار. الاغنام والماعز عندهم واحد التزاوج اللي هو موسمي، يعني كيبداو الهرمونات ديال التزاوج يتفرزوا عندهم ما بين شهر 6 وشهر 11. كاينين بعض الحالات خاصه اللي تقدر النعجه انها الا كانت شبعانه مزيان وكانت مهليه مزيان تقدر تكسب خارج هذه الفتره هذه، ولكن قليل في 100 نعجه غيكسبوك 30 ولا 40. خليو لي في التعاليق الاراء ديالكم في هذه القضيه هذه. وهذه القضيه ديال التزاوج الموسمي، فما كل ما طلعنا لجهه القطب الشمالي فراه هذه الفتره كتقل. فمثلا في اوروبا كتلقى فتره التزاوج عندهم شهر 9 وشهر 10 فقط. كل ما هبطتي خط الاستواء كتلقى مثلا فتره التزاوج عندهم على دور العام. حنايا باش يكونوا عندنا فتره التزاوج تقريبا على دور العام ونحصلوا 2 ولادات، كنخليو الغنم تكسب عن طريق الهرمونات هذوك اللي كتحتاجهم من الطبيعه، كنعطيوهم لها انجيكتابل وعن طريق البونجا. هذيك البونجا شنو فيها؟ هذيك البونجا فيها هرمون ديال البروجستيرول. هذاك البروجستيرول هو اللي تيخلي النعجات ويوهمهم بانهم راهم كلهم حاملين باش ما يبداوش ينتجوا لنا شي دوره جديده. وملي كتوصل واحد المده ديال اننا تاكدنا انهم كاملين على راهم محدود لهم السيكل ولا محدين الفتره ديال الدوره ديالهم، فكنديروا لهم الحقن ديال واحد الهرمون سميتو بي ام اس جي اللي هو مسؤول على التبويض، تقريبا مسؤول على التبويض. كيعطينا البويضات. كل ما زدنا في ذاك الهرمون ديال بي ام اس جي كل ما كنرفعوا النسبه ديال التوام. هذه هي العمليه ديال البونجا خلاصه. فكنديروها في شهر 2 مع شهر 3، فكتولي لنا الغنم تقريبا في شهر 8 كتولي لنا ولاده بكريه مزيانه، خصوصا دابا العيد ولا كيجي في شهر 6، يعني كيجي بكري. الا ما كانت عندك ولاده بكريه ما غيوصلش. فكنخليو معها ولدها واحد الشهرين وكنوليو نحيدوا عليها ولدها في شهر 10، وكتولي تخسب طبيعيا كتولي لنا في شهر 3. بهذه الحاله كتكون ولدت 2 ديال المرات في عام واحد كما كتشوفوا. هذه هي الطريقه، وان شاء الله هذه البونجا راه غدا وكتعمم على الفلاحه كاملين. بزاف الناس اللي كيستعملوها كيسولوني عليها كنصايبوها لهم. فهذا راه انجاز في انجاز وتطور باش ما تبقاش عندنا واحد الفلاحه تقليديه ونزيدوا في التروبو. فمن هاد الامور غادي يخليونا اننا نولوا عندنا واحد التروبو كبير ونحسنوا حتى في الانتاجيه. فكما كتشوفوا ان كل ما كان الجفاف فراه كتقلل المردوديه. فبجوج ولادات في العام يقدر انك تخرج واخا كتعلف غير في الكوري الا كان عندك واحد التسيير مزيان وواحد العلائق مزيانه. فهذا كل ما في الامر. اللي عنده شي تساؤل يخليه لي في التعاليق. والناس اللي تيتبعوا هذا المحتوى ومهتمين بهذا المحتوى ما ينساوش يشتركوا في القناه ويفعلوا زر الجرس باش يوصلهم كل جديد. الحلقه الجايه ان شاء الله غادي نتكلم لكم وغتشوفوا فيها الكشف ديال الحمل عند الاغنام، كيفاش كنعرفوا الغنم واش ضاره ولا ما ضراش. اللي عندكم شي تساؤل في هذا الموضوع خليوه لي في التعاليق. وصلوا وسلموا على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الباط باقي عندكم باتيجي؟ هذا